حين دشن الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد ملعب 19 ماي توقع الكثير أن هذا المركب العملاق سيقضي على السبات الرياضي في الولاية رقم 23، لكن الرياضة العنابية ما تزال تسير من سيء إلى أسوأ، فيما مسيرة المركب كانت بخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء بسبب السياسة العرجاء التي حولت كل قصائد الفخر التي قيلت عنه إلى هجاء ونتاء. نقدر نقولوا مالغري ستاد ما كانش يلعب، بصح نقدر نقولوا اداء ونتيجه. تشوف ارضيه الميدان ما تسمحش باش تلعب كره نظيفه. المقابله عدت في ظروف قاسيه نظرا لسوء ارضيه الملعب اللي ما خلاش الدربي يفوت كما لازم. تدهور حاله الملعب وصلت الى درجه لا يمكن السكوت عنها، لكن كيف كان عند مرحله التدشين وقت ان كان لعنابه الرجال الغيورين؟ والله كيفاش كان تحفه بأتم معنى الكلمه، تحفه ما نقولوش تحفه، اكثر من تحفه، يعني حاجه خارقه للعاده، خاصه ونحن من الاوائل اللي لعب في هذا الميدان في هذا الملعب، وخاصه ارضيته هنا ولا ارضيه الملعب الملحق. كنا المقابلات الوديه التحضيريه تاع قبل بدايه الموسم نديروها في مقابله في الملحق، كان نقدر نقول احسن من الميدان التيران برينسيبال. كاينه جوهره بأتم معنى الكلمه، ولكن احنا لسوء يعني ما كانش الاحتفاظ بالمنشآت الرياضيه. منشأة مثل هذه المفروض ان تكون مفخرة المدينه ومفخرة الجزائر ككل، ولهذا حينما نجي هنا نتألم ونتأسف يعني على ما آل اليه هذا الملعب الكبير وهذا الملعب الجميل الذي كان كما نقولوا لو كارتي جينيرال دو ليكيب ناسيونال. المعاناة لا تقتصر على اللاعبين فحسب، بل هي ربما أشد عند الأنصار الذين يعانون من غياب أدنى شروط الراحة التي قد تتعدى الكراسي الإسمنتية، لأن رحلة العذاب تبدأ حتى قبل الوصول إلى الأبواب. المشاكل باينة أخويا، الأمن خارج الملعب، كاين تاني داخل في الملعب دي فوا توقع عراك بين دراري صغار هكا يديرون المشاكل. ماذا بينا نحطوا الأمن في داخل الملعب وخارج الملعب، ومن ناحيه الملعب 19 ماي ماذا بينا ترميم. حاجه بروبليم الماء ما نلقاش باه نشرب انا انطاكيا ديبيتيك، حاشاك المرحاض مقفولين، ما كانش لي مويان بان ترفعوا فيهم، الفوي نلقاه مقفول، ما كانش حتى تاي ولا كاوكاو ولا حاجه بان سولاجيو. ارضيه الميدان شويه مش ملاحه، الصاد لازم يزيدوا يعدلوه شويه، العنف ما كانش، الحكومه تعدل روحها، وكاين عندنا فريق احنا وعندنا جمهور يعرف كرة قدم ياسر. يعاني ملعب 19 ماي اليوم من إهمال كبير، فالأحراش تشكل منظرا مزعجا حتى للضرير، وفي غياب أي تحرك أو تدبير. ما هو السبب يا سيادة المدير؟ الوضعية الحالية لملعب 19 ماي 1956 أول اللي فيها هو نقص العمال المهنيين والصيانة لهذه الوحدة رغم شساعتها. عندما تكون صيانة الملعب الرئيسي لمركب بهذا الحجم بهذه الطريقة، فهذا يلخص كل شيء، فالعملية تتم بطرق تقليدية أكل عليها الدهر وشرب ونام، ومسؤولي عنابة ما زالوا نيام، وكل طرف ينتظر من الآخر المبادرة بالقيام. أو نطرح هذه الانشغالات المعني بالامر اللي هي مديريه شباب والرياضه ان شاء الله، اللي هي بدورها اللي راح تطرح هذا الانشغال تاع ديوان المركب الى وزاره الشباب والرياضه، اللي بدوره راح هو يساهم من اجل اعطاء غلاف مالي لهذه التكلفه من اجل اعاده تهيئتها. كل الملاعب استفادت من التجديد خاصه على مستوى اللوح الالكتروني، لكن ملعب 19 ماي ما يزال إلى اليوم بلوح عتيق لم يعد يصلح بأي شيء، وهو خارج الخدمة في الوقت الحالي، والسلطات لا تبالي. احنا التكنولوجيا درك تقدمنا الحمد لله، عندنا تكنولوجيات كبيره راي في الملاعب الكل، وعلاش ما نديروش تابلو جديد للملعب كهذا يهز حتى ال 100,000 متفرج. حالة الملعب تتطلب تدخلا حاسما وقويا، لكن المسؤولين في عنابة لا يملكون سوى الصبر وانتظار رفع التجميع عن الغلاف المالي لإعادة الروح لهذا المركب العملاق،
والأسوأ ما في الأمر أنهم لا يتحركون، بل هم صامتون وينتظرون أن تمطر السماء بالمعدن النفيس، وإلى أن تتحقق المعجزة تبقى عنابة في واقع تعيس. راهو في طور تسوية هذا أو كما نقولوا مازال ساري المفعول هذا، ونحن إن شاء الله نأمل في القريب العاجل أنه يتنحى هذا التجميد ويعاود يفعلوا هذه المشاريع من أجل إعادة تهيئة الملعب. ما هذا سوى غيض للفيض، خاصة وأن عنابة تفتقد للخطوات الجريئة وكل شيء يسير فيها بالحركة البطيئة. فعلى سبيل المثال لمنع أي جدال، فالمركب لم يستغل منه سوى ملعبي كرة القدم، أما باقي الرياضات فقد كان مصيرها العدم، والناجي الوحيد كان المسبح الأولمبي الذي احتاج لربع قرن حتى تنتهي به الأشغال. ولكم أن تتصوروا طيلة هذه المدة كم ابتلع من الأموال. فهل لإعادة تهيئة هذا المركب نحتاج لمدة أخرى هكذا طويلة حتى يشفى من هذه الوضعية العليلة؟